الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دلوقتي بقى احنا خرجنا من المطبخ، تعالوا بينا نشوف انا بدات اعمل ايه. انا النهارده الشغل بتاعي كله في البلكونات. هنبدا كده ننزل الستاير. بنت الله يبارك لها بتنزلها، بس انا مش هصورها وهوريكم احنا شكل البلكونات عندنا لا يسر عدو ولا حبيب. تعالوا بس بينا نشوف بعد ما هننزل الستاير بتاعتنا اوريكم شكلها. برضو استغفر الله العظيم، الستاير دي متركبه تقريبا داخله على السنه. انا مركباها من الشتا اللي فات. تعالوا بينا نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. بس انا حابه كده ابدا معاكم. هو العصر اللي بيأذن صلاه العصر اللي بيقوموها دي، فاحنا هنصلي. انا هصلي العصر، عم هي تنزل الستاير وارجع، لان انا متوضيه وجاهزه بالخمار بتاعي وكده. هروح اصلي العصر، عم هي تنزل الستاير، وبعد كده نشوف احنا هنعمل مع بعض ايه. ربنا يا حبايب قلبي يبارك فيكم وعونكم وقوكم. ابدأي شغلك كده من بعد صلاة العصر، هتلاقيكي جوة الراتب وطري وجميل معاكي. يلا يا حبايب قلبي بينا نشوف احنا هنعمل ايه. حبايب قلبي بقى بنتي نزلت الستاير بتاعت البلكونه دي اهيت، بتاعت الستاير البلكونه دي والبلكونه التانية نفس الستاير، بس لقيتها برضو حاطه الدور في الغساله. طب بقى نودي ده عند الغساله كده ونرجع نشوف احنا هنعمل ايه في البلكونه دي. حبايب قلبي هي كانت بدات اهي حاطه الدور اهو في الغساله. هنبدا بقى نسيبها بقى تتغسل كده، لان بجد الستاير بتاعتي متبهدله جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. الستاير بجد متوسخه جدا، وما اقولكوش بقى الحمام على السطوح مبهدل الدنيا. قلت ايه امسكهم بقى اشطفهم شطفه حلوه كده، وعنهم اليومين الحر الاول اهوت بحس اشوف برضه كان عرفت هركبهم تاني، عرفت ما عرفتش هرجع تاني. تعالوا بقى بنشوف البلكونه بقى وبهدلت. عبدني بقى كان حاططها كده بالعبايه في البلكونه كده في الحر، وهنا برميل الدقيق بتاعنا. انا حاطه بقى الدقيق بتاعي هنا، قلت احطه في البلكونه وشوف البلكونه بجد لا تسر عدو ولا حاجه. زي ما حضراتكم شايفين كده. امسك بقى الباب ده امسحه، لان عليه شخور دبان وعليه بقى ووسخه بالمنظر ده. هجيب بقى شوفوا البيبان بتاع البلكونه وسخه. وقلت بقى امسك البلكونات وشوفوا والله البلكونات اشتلت من عليها الستار بقى شكلها حلو ازاي. هوا بقى هيخشوني، ممكن نحدد مناشر داخليه كده عاملاها جوه البلكونات بحيث ان الدنيا تشتي انطر عليها جوه. ما فيش شتا بقى ننشر بقى على المناشر اللي انا حاطه عليها السجاد والحاجه دي. يلا حبايب قلبي اجيب كيس الم المشابك قدام الفرشه كده بتاع المقشه اللي هي دي. نبدا كده ننزل التراب. شوف التراب، كمية التراب كتير جدا. ما شاء الله نضف. لان المية غلط على الخشب، انت لما بتغسل الخشب بمية غلط. عمي نجار كان يقول لي دايما بلاش بطل غسيل الشبابيك والجبال هتبوظيها. لحد دلوقتي ولا ما كنت بغسل ولا كنت بعمل. شكلها ما شاء الله نضيفة. ومن جوا برضه من جوا لما بتمسحي بتجيبي قماشه زي دي كده وتنزلي تنفضي كده الشباك بحيث لو فيه اي تراب بقى صغيره كده. شوفوا التراب، شوفوا كميه التراب لو دققتوا هتلاقوا كميه التراب كده. شوفوا تنفض الشبابيك بيبان اي حاجه. ما شاء الله القماشه بتنضف كمان عن المقشه تبقى كده. في فيديو خفيف كده اي شغلانه تعمليها هتريحك. بس هبدا بقى، انا كنت بدات كنس البلكونه، هبدا بقى من الكنسه ديت وارجع لكم تاني. ما شاء الله نضفنا البلكونه اهوت ومسحنا كده الباب بالمنظر ده كده ونضفناه اهوت كده بالمنظر دون. واحنا بالمره بنعمل الستاره اللي طلعت اخدناها كده ونشرناها. الستاره اللي بتطلع اول باول باخدها بقى انا اشطفها تشطيفه حلوه واطلع بقى انشرها على السطح اللي فوق، لان
انا هصبن بالمره كده مسكنا الاوضه ونضفناها وروقناها، ومسكنا الارضيه. الاوضه بجد بجد خليناها جميله جميله، خليناها جميله بالمنظر ده، وطوقنا كده الارضيه. شوفوا بسم الله ما شاء الله. شغل المروحه اهو. لازم ان انت هتشتغلي. اروح بقى اخلص الدور التاني وهنبدا نصبن الهدوم، نغسل عند غسيل الهدوم. والله عندي هدوم لو شفتوها. لمة الغسيل بتاعي كله هو ده الغسيل اللي انا هغسله برضه بعد ما اخلص. لمة الملايات ولمة كله بالمنظر ده. وهبدا بقى بعد ما اخلص الستاير، دورين 2 ستاير، الدور اللي هو على الارض والدور اللي في الغساله دوت، واكون خلصت الستاير، والدور اللي طلعته بقى نشفطه اول بقى. يلا حبايب قلبي اخلص بقى الستاير خلص، وابدا اغسل الهدوم، وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. روقنا الشقه كده بسم الله ما شاء الله. شغل العصاري ده ما يعلاش على. وروقنا الاوضه اهوت، والاوضه كلها نضيفها اهي بالمنظر ده كده، وروقنا كل الشقه وقعدنا بقى. قلت بقى اما اتفق نفسي واتفق ولادي لانهم تعبوا معايا، جبت لهم جيلاتي بالمنظر ده كده. احنا جايبين انا والبنات جيلاتي اللي هي الشوكولاته دي، وابني بقى الصغير جايبه له دي لان طلع له حبوب في جسمه وكده، والدكتور قال لي ممنوع ياكل شوكولاته. يلا حبايب قلبي ناكل دي ونقوم تاني نستعيد نشاطنا ونشوف هنعمل ايه. بس نبرد على اعصابنا كده شويه. بما اننا خلصنا بقى غسيل الستائر وكل حاجه، نبدا بقى بغسيل الملابس. غيرنا الميه بتاعتنا اهي، ميتنا ما شاء الله غيرناها. نبدا بقى في غسيل الملابس بتاعتنا. نحط اول بار ونروح بقى عشان نصلي المغرب. شوفوا من العصر وانا بشتغل، المغرب اذن، ابدا بقى احط بقى اول بار بس ملابس كده، واروح بقى اشوف انا هعمل ايه. بس كفايه كده على الدور ده، واروح بقى اصلي حبايب قلبي كده، اصلي العصر المغرب وارجع لكم تاني بقى لما نبدا ننشر في الملابس بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. شوفوا حبايب قلبي انا كده غسلت الغسيل بتاعي اهوت هنا. بسم الله ما شاء الله. وهنا شوفوا كنا دي الستائر ده ما احنا متفقين شرطها فوق السطور اهو كده. بكون بقى خلصت الغسيل. معلش انا كملت لكم الفيديو تاني يوم عشان بجد انا مخلصه غسيل تقريبا الساعه 1:15 بالليل، لان الكهرباء قطعت. فضلت قطع 3 ساعات من بعد المغرب. فضلت قطعة من لما انا قلت لكم كده ساعة الجيلاتي احنا هناكل الجيلاتي وكده. بنبص لان الكهرباء قطعت الساعة 8:15، ما جاتش الا الساعة 11 بالليل. فكده يا حبايب قلبي بقى نروح بقى نشوف احنا هنكمل لكم الفيديو ازاي. انا كنت نفسي والله اعمل لكم فيديو حلو. يلا النهارده الخميس بقى هكمل لكم بفيديو المشتريات. هنشوف احنا هنجيب ايه النهارده من السوق. تابعونا وكملوا معانا الفيديو، وانت هتعرفوا برضك انا ادخل لكم فيه فيديو مشتريات السوق. بقى بكون نزلت السوق يا حبايب قلبي اهوت، وجبت كل طلباتي وجبت حاجتي اهوت. الحمد لله الجو النهارده درجه الحراره بتاعي 70. يلا حبايب قلبي نشوف احنا جبنا ايه بالاسعار. ويلا عشان والله انا لسه ما فطرت برضو، جايبه افطار وانا جايه. ربنا يا رب يجعله كده بالف هنا ويعافينا من النار ويجرنا من النار ونعذر من النار، اللهم امين يا رب العالمين. يلا حبايب قلبي اطلع في ايدي هوريهولكم، لان انا اللي هصور لان بنت في الدرس. انا جبت 25 جنيه مكرونه اللي هي الملولوه دي والسوسته، واللي هي الكبيره الخاطف اللي جبت 25 جنيه كيلو على بعض. جبت بطاطا ب15 جنيه من اصل 2 ب25 جنيه. جبت يعني الكيلو ب12 جنيه ونص، فانا وزنت ب15 جنيه كيلو وربع. جبت 50 جنيه كمثرى، و50 جنيه برقوق، و50 جنيه تين. كيلو 45 جنيه وزنتلي ب50 جنيه اهو جميل ما شاء الله عليه. جبت 50 و50 جنيه و50 جنيه فرق. يعني انا قلت اظبط نفسي على كده. كنت عايزه والله اجيب 100 جنيه بس ربنا ما قدر. جبت ب5 جنيه سلكة مواعين، وجبت ب5 جنيه صابونة اللي هي دي، وجبت كيس اكسي ب10 جنيه،
وجبت صابونة سافونا اللي هي دي ب15 جنيه، ثم برضه احتياجاتنا الأسبوعية. كمان ب15 جنيه جبت ب10 جنيه بس ليمون الكيب عندي عشان نعمل مية بليمون، نعمل تمليح، نعمل أي حاجة. جبت ب10 جنيه ليمون. فلفل على الشطة ب10 جنيه، جبت كيلو واحد هيكفينا وبيفيض والله. طماطم جبت 3 كيلو ب20، ما شاء الله عليها جميلة جميلة هي. دوما 3 كيلو ب20 جنيه. طماطم اهي الدلع عسل 3 كيلو ب20 جنيه، جبت 3 كيلو. جبت ب10 جنيه قد كله ب15، جبت ب10 جنيه بس. بتنجان هو ب5 جنيه، جبت 2 كيلو ب10 جنيه. بتنجان اللي هو الفلاحي ده ما شاء الله عليه جميل. برنجانة جميلة جميلة والله. البطاطس بالنسبة للبطاطس برضه، البطاطس دي ب10 جنيه الكيلو اللي هي اللي فيها العلامة الحمراء دي، جميلة 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 جميلة. دي البطاطس دي انت تجيبها وانتم مطمنين، ما بتسمرش في التحمير. اهي اللي هي اللي فيها العلامة الحمراء دي ما بتسمرش، هي تلاجة بس تلاجة تبريد. هي قالت لي كده الست، قالت لي ما بتسمرش، وهجرب برضه واقول له. ده ب10 جنيه، جبت 3 كيلو ب30 جنيه. البوري ده حبيب قلبي ده ب120 جنيه الكبير. الكبير ده ب120 جنيه، جبت نص كيلو ده. هي بس الجوزة الكبيرة دي جبت الكيلو كيلو ب120، جبت ديت ربع كيلو ب30 جنيه. وده كيلو ونص ب100. بسم الله ما شاء الله، ده كيلو ونص ب100 اللي هو الرفيع شوية ده. جبت كيلو ونص، وعشان يبقى الإجمال على بعضه كنت عاملة حساب 150 جنيه السمك. الحمد لله ده اتقطعوا 130 جنيه. 100 كيلو ونص اللي هو الصغير ده، الطبار الصغير دوت ولا انتوا بتقولوا عليه. وجبت بقى ده الجوزي، تبقى كبيرة كده مميزة. يلا حبايب قلبي كده بتكون كل دي مشتريات اهيت. يا رب يا حبايب قلبي الاسعار النهارده تعجبكم. ومعلش بقى لان انا والله جايبه طعميه وفول، جاهز اهوت. شوفوا والله يا خلت اللي في المطعم يجهزوا لي، قلت عشان نفطر. وجايبين العيش الصباح اهوت، ده العيش بتاع الفرن المدعم اهو. بسم الله ما شاء الله. نروح بقى نفطر ونشرب لنا كوبايه شاي كده، وبعد كده يا حبايب قلبي بقى الم حاجتي ديت. انا كده هستكفي معاكم بالفيديو، لان انا دامجه لكم الفيديوهين مع بعض. تنظيف البلكونات امبارح مع السوق النهارده. فيا رب يعيننا كده ويقوينا. لايك واشتراك، ويا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.